السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات متابعين قناة منوعاتي. اتمنى تكونون بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم كلش مهم، فاتمنى ان تتابعونا لاخر ثانية، وايضا تشاركون على كل مواقع التواصل الاجتماعي حتى يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. طبعا عائلة ام فهد ظهرت في احدى اللقاءات التلفزيونية وقالوا اجونا سحبوا السيارة وسحبوا البيت من عندنا وما اتخذوا اي اجراء ثاني. فهسه بيتهم فهد صار للدولة والسيارات اخذوها الدولة، وايضا حتى الاعلام ما راحوا لهم ولا طلبوا من عندهم شيء. سحبوا البصمات، سحبوا السيارة، سحبوا المفاتيح، سحبوا الاجهزة. صار لنا 4 ايام انا الشخص بصمت وانطوني شهادة وفاة، رحت دفنت وصار لي يومين ورجعت، وهاي الفاتحة اليوم خلصت. فللأسف الشديد ماكو أي حكومة عندنا، لذلك ناشدوا السوداني الرئيس محمد إشاع السوداني لحل هذه القضية، وأيضا حتى ينزلون بيان بخصوص سحب السيارة وسحب كاميرات المراقبة وسحب البيت من عندهم. وأيضا قالوا ما إجونا أي إعلام، ومثل ما شفتوا هذا أخو أم فهد، والوحيد أو الخسارة الوحيدة هو ابنها فهد اللي يتيتم بهذا العمر. وأيضا أخو أم فهد قلق كل الأماكن، وأيضا رفض أنه يسوي فاتحة لأم فهد، منا من ياخذ بثارها أو منا من الدولة تلغي القبض على اللي سوى هذه العملية. فمثل ما شفتوا وضعهم وحالهم، وللأسف ماكو أي تدخل من الحكومة، وهذا إذا دل على شيء يدل على أن الحكومة هي اللي نفذت هذه العملية بأم فهد حتى تتخلص منها، لأن كنا نعرف أم فهد هواي أذت ناس وهواي فضحت ناس وهواي نزل الشغلات على الحكومة ونزلت حقيقتهم أيضا. ومثل ما شفتوا البيان اللي نزلته البارحة أختهم فهد بعد ما قالت إنه راح أنزل كل الفيديوهات والصور اللي موبايل أختي، لأن الموبايل حاليا كل الفيديوهات والصور الموجودة به هي موجودة عند أختهم فهد، فراح تنزل كل الشغلات في حال الحكومة ما اتخذت أي إجراء بحقها. ومثل ما شفتوا هذا وضعهم بالفيديو. الآن وصلنا لختام هذا الفيديو، شكرا لك شخص تابعني لهذه اللحظة، لا تنسون لايك والاشتراك. دمتم في أمان الله.